السلام عليكم حبايبي، ان شاء الله يا ربي تكونوا بصحه جيده. قصتنا اليوم من اعماق جبال الاطلس الكبير بالمغرب. في الخمسينات من القرن العشرين وقعت واحده من اغرب جرائم غموضا اللي وقعت في منطقه الاطلس الكبير. هاد الجريمه كان فيها واحد الغموض كبير. تقول القصه في هذيك القريه النائيه بالاطلس الكبير كان كيعيش واحد الرجل فرنسي، وكان كيتعرف بالراهب بودرار، والاسم ديالو الحقيقي ما كانش معروف. جا للمغرب فترة الحماية الفرنسية ما بين سنة 1912 و 1956، ولجأ إلى المنطقة كراهب وكداعية ديني، ولكن في الواقع كان عنده أهداف أخرى، بحيث كان كيتاجر في الأحجار الكريمة الموجودة بالمنطقة. هاد الشخص كان كيستغل فقر السكان المنطقة في هذاك الوقت، خصوصا في وقت الاستعمار. هذيك السلسلة من الجبال وهذيك المنطقة بالضبط كانت فيها عدة معادن وقتها، وهذا الشيء اللي خلى هذا الشخص يستقر هناك. المهم استقر بالمنطقة وبنى لنفسه واحد السمعة كبيرة كرجل دين، وهذا الشيء خلى الناس تثق فيه لأبعد حدود. وكذلك كان كيفهم في الجيولوجيا والتنقيب عن المعادن والأحجار الكريمة والتجارة في الأشياء النفيسة الغالية. بما أن البلد كان مستعمر، فالمستعمر كان كينهب كل الثروات. تقول القصة هذا الراهب الاسم ديالو بودرير، وهو ماشي اسم فرنسي وماشي الاسم ديالو ما معروفش في المصادر، الاسم ديالو الحقيقي. درس المنطقة شبر بشبر وعرف المناطق المعروفة بمواردها الطبيعية والثمينة، خصوصا أنه في وقتها كان محمي من المستعمر الفرنسي، وكان كان كيجي يستغل جهل أهل المنطقة وكيشري منهم هذوك الأحجار بواحد الثمن قليل جدا، يعني كان كيعطيهم فلوس قليلة في أحجار ثمينة. المهم هذاك الراهب بودرير كان كيستدرج الضحايا ديالو من سكان هذيك المنطقة، واغلبهم كانوا من الفقراء، وكان كيغريهم ببيع ممتلكاتهم او العمل معه في جمع الاحجار الكريمة والتنقيب عن المعادن وما الى ذلك. بعد ما كياخذ منهم كل الممتلكات وكل ما هو يعني ثمين ونفيس، وكيعرف ان الصلاحية ديالهم انتهت عنده، كان كيقتلهم بواحد الوحشية. وتعددت الروايات في طريقة القتل. إحدى المصادر قالوا أنه كان كيعدمهم باش ما يرجعوش يطالبوا بحقهم، وكان كيقتل حتى الناس اللي كتكتشف نواياه ونشاطاته الغير الشرعية. تقول القصة في واحد الليلة شك فيه أحد سكان المنطقة وبلغ عليه السلطات في واحد الغفلة منه، لانه هو كانوا عنده ناس اللي هما مثلا كيحرسوا المكان، كيحرسوا المنطقه، الناس اللي شك فيهم ما كيخليهمش كاع يواصلوا الحياه ديالهم، ولكن هذاك الشخص واحد الغفله منه بلغ عليه السلطات. بعد مداهمه رجال الامن للمنزل ديالو كانت الصدمه كبيره، بحيث اثروا على كميات مهمه من الاحجار الكريمه المسروقه، وواحد الوثائق تؤكد أنه كان كيترأس شبكة كبيرة لبيع تلك الأحجار خارج المغرب. الصدمة الكبرى عند تفتيش البيت، وجدوا بقايا بشرية مرمية في حديقة خلف منزله، وجثث مدفونة في محيط المنزل. هنا كانت واحد الصدمة كبيرة. هذا الشيء بين البشاعة فيما كان كيقوم به هذاك الراهب بودرار للتخلص من الشهود أو أي شخص كيشك في الأمر ديالو، وحتى بعض أصدقائه اللي هما من مش الفرنسيين، من المغاربة. واستغل وعورة المنطقة لأنها كانت في أعالي الجبال ومسالكها ضيقة وصعوبة الوصول إليها، وكذلك سيطرة المستعمر لأنه كان محمي من طرفه. المصادر تقول اعتقل الراهب واقتيد إلى مدينة مراكش، بحيث بدأت محاكمته في محاكمة استثنائية وقتها، وكان واحد الاهتمام كبير من الصحافة والرأي العام، والخبر انتشر في عامة
سلسلة جبال الأطلس وما جاورهما. أدانت المحكمة الراهب بودرير وحكمت عليه بالإعدام، والتهمة اللي كانت موجهة ليه هي تجارة الأحجار الكريمة بشكل غير قانوني، والاتجار في البشر، والقتل العامد، والتنكيل بالجثث. إحدى المصادر تقول أنه تنفذ فيه حكم الإعدام، ومصادر تانية تقول لم ينفذ فيه حكم الإعدام لأنه كان محمي من طرف المستعمر الفرنسي. هذه القضية أثرت على السكان المنطقة وزاد الحذر ديالهم تجاه الغرباء، وخاصة في القرى النائية في أعالي الجبال. وكذلك سلطت الضوء على استغلال المستعمرين للموارد الطبيعية والبشرية في تلك الحقبة من الزمان، وأصبحت القصة لاحقا جزءا من الحكايات الشعبية الكبيرة اللي كيداولها سكان الجبال عامة. دائما ملي كتكون شي بلاد مستعمرة، المستعمر كينهب الثروات ديالها، يا البرية يا البحرية يا المعادن يا المناجم، كينهب هذيك الثروات وكي يديوها البلدان ديالهم الأصلية. على مر السنين بقات هذيك الجرائم وهذاك اللغز ديال هذوك الجرائم وهذاك الشيء اللي وقع كيتداول ما بين سكان المنطقة وجبال الأطلس الكبير والصغير والمتوسط والمغرب ككل، والناس ما بقاتش كدير الثقة العمياء في الغرباء والمجهولين. قضية الراهب بودرير كتحمل في طياتها عدة عناصر، منها الغموض والإثارة اللي تميزت به. مثلا كشخصية ديال الراهب ما معروفاش، والاسم ديالو ما معروفش، والدوافع ديالو اللي خلاتو يرتكب هذيك الجرائم الوحشية كذلك ما عرفوهاش اشني. وتدخل السلطات بطريقة مثيرة لحل لغز اختفاء الضحايا، وكذلك كان واحد الغموض في عدد الضحايا. بعض المصادر كتقول 90، بعض المصادر كتقول 70، وبعض المصادر كتقول أقل، لأن ما كاينش واحد الوثائق ملموسة اللي تورينا أو تعطينا بالضبط أشحال ديال الناس اللي توفاو. كنشكركم وكنتمنى تعطوني رأيكم في التعليق، وشكرا لكل من كيشاهد هذه القناة.